السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا متابعين قناتي وصفات روما وبناتها. جايه النهارده جايبه لكم الكنافه البلدي لاول مره بعملها وطلعت ناجحه جدا. حبيت اشارككم الوصفه واقول لكم انها بسيطه ليها طعم حلو قوي ومختلف جدا. يلا نجرب. عايزه اقول لكم انها طريه جدا وحلوه جدا، ان شاء الله تعجبكم. تسويتها برضو من تحت كده ممتازه. عندي نص كيلو من الكنافه البلدي، بفتفتها كده بقطعها بفكها من بعضها. بعد كده هبدا اديها كوبايه الا ربع من السمنه، وهبدا اشرب الكنافه في السمنه كده زي ما انتم شايفين. هبدا كده ادوب كل كميه الكنافه في السمنه لحد ما ادمجهم كويس جدا مع بعض. كده بقت جاهزه معانا كده ان انا احطها في الصينيه اللي هحطها في الفرن. معايا صينيه تانية كده مدهونه زبده كويس. حطيت الكنافه في الصينيه وهبدا كده اضغطها ضغطه بسيطه خالص من الطرف ومن النص، بحيث بس اساوي الكنافه في الصينيه. هي ما بتضغطش قوي ولا حاجه ولا بتك عليها ولا اي حاجه. مشغله الفرن على درجه حراره 180 من 10 دقايق كده بس الفرن يسخن وابدا ادخلها الفرن تستوي. بتخرج من الفرن وهي سخنه جدا، انزل عليها بشربات تقيل وبارد جدا. يعني هي الكنافه بتبقى سخنه جدا، اغطيها بقى كده لحد ما تشرب كل كميه الشربات. نسيبها تشرب كل كميه الشربات. لو عايزينها طريه زي ما انا بحبها بنغطيها، لو عايزينها مقرمشه بنسيبها من غير غطا. وانا هنا بعد ما ضفت لها المكسرات، استخدموا اي نوع مكسرات انتوا بتحبوه. كده الوصفه تكون خلصت معانا، سهله وبسيطه، ليها طعم تاني خالص خلاف اي كنافه هتجربوها، وبألف هنا.